بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ورمضان كريم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد المملحة أولا الميني كيش كيجيو زويونين ساهلين ماهلين بلا عجين بلا ما تدلكي بلا ما تعجني ما والو، ساهلين ماهلين وكيجيو لذاذين. وشوف كيفاش كيجيو تبارك الله، وواحد المذاق فيهم يا سلام. مرحبا بكم، تابعوا الفيديو وبسم الله على بركة الله. بالنسبة للحشو غادي نحتاج بصلة كبيرة مفرومة مربعة رقيقة، شوية ديال الكفتة ديال لاداند، تقدروا ديروا اي نوع ديال الكفتة بغيتو او لاطون. عندي 4 ديال الجزرات، وجوج ديال القرعات خضرين صغار، وجوج فلفلات مقطعين مربعات رقيقة. تقدروا ديروا فلفله ملونه، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، وشويه ديال القزبر ومعدنوس حتى الاخير. وعاد غادي نضيفو وغادي ندير واحد 2 معلقات ديال الزيت المائده في المقله، هي فاش غادي نشحر هاد الخضره والبصيله كامله. غادي ندير في الاول البصله وغادي نخليها كتشحر هكا شويه حتى كتعطيني واحد لوغو زويون، كتجي هكا مشحره. اما الا درناها مع الخضره مره واحده ما كتعطيش داك المذاق ديال التحمار د البصله، كيكون لذيذ، كتعطي واحد المذاق زوين حتى كتبدا تذهب. عاد وكنبقى نضيف عليها الخضره والكفته وداكشي اللي كاين. درت لها شويه الملحه وغنبقى هكا كنحركها بشويه على نار مهيله حتى تذهب ليا وتاخذ واحد اللوين زوين وكتطلق واحد المذاق زوين. عاد نضيف عليها الخضر. هنا ها هي تشحرات، غادي نضيف عليها هاد 4 ديال الجزرات متوسطين مبشورين في الحكاكه الغليظه. وغادي ندير الفلفله تقدروا ديروا الوان مقطعه مربعات صغيره حتى هي هاد القريعه. صافي نبقى نخلطهم هكا، كتنزل وكطيح وكطيب، كتجي لذيذه 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 وصحيه وزوينه وخفيفه. كتحسيش كاع براسك ما كتبغيش كاع تشبعي منها، كتجي زوينه كتاكلي وانتي مرتاحه الصراحه. حتى الوليدات الصغار، حتى وليدي صغير عجبات والله. لا قالك ماما بيتزا كلاها بسلامته. صافي هنا درت عليها داك الكفته ودرت عليها الابزار، وغادي ندير عليها واحد المعلقه ديال الصوص صوجا، معلقه كبيره ديال الصوص صوجا. الا كانت ما كانتش تقدروا ديروا توم بودره. انا ما عنديش توم بودره ودرت الصوص صوجا، زي كتعطي واحد المذاق زوين. تقدروا ديروا حتى الزيتون مقطع رقيق. المهم بالنسبه للحشو، بالنسبه للخضر اللي بغيتوه. شوفوا فيصل حتى هو كيوريكم المقادير راه كان جالس حدايا في البوطاجي وانا كنصور. اي والله يحفظ لكم وليداتكم يا ربي حتى نتوما ومعز عليكم. صافي هنا من بعد ما تشحرات درت لها هاد شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق. صافي وغادي نحركو مزيان ونطفي عليها اخر حاجه. صافي بالنسبه لاباري ديال لاكيش غادي ندير فيها، درت 2 بيضات، درت شويه ديال الزعتر، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وكاس ديال الحليب كبير. ونخلط هاد الشيء مزيان هكا. وغادي ندير كيس ديال غادي ندير 2 معالق ديال الدقيق، وغادي نزيد 2 ونص. ودرت كيس ديال الخميرات الحلوه فئه 8 غرام. وبالنسبه للدقيق راني زدت واحد نص معلقه لانني حسيت بالخليط خفيف، خصو يكون شي شويه خاطر. هنا درت واحد شويه ديال الموتزاريلا اختياريه، اللي ما كانش ما ديريهاش. صافي انا درتها ما زعما عادي واخا ما تكونش ماشي مشكل. صافي نخلطوا هادشي مزيان ونخليوه هكا يرتاح واحد شويه. وصافي عندي هاد القوالب ديال الكيش مدهونين بالزبده مرشوشين بالدقيق، ونديرهم في صفيحه الفرن ونوزع هاد الخضره عادي فيهم هكا بالتساوي. كل وحيده ندير فيها شويه القياس ديالها، ما يكونوش عامرين بزاف، ما يكونش عاوتاني الفراغات تكون هكا متقاده. تقريبا جاتني ديك الحشوه هي هذيك، مع تقريبا خرجت لي 12 حبه اولا 13 حبه. هذيك الاخيره كاع ما بقاش ليها لاباري ديال الحليب، بقى فيها غير واحد شويه كاين معليش حتى هي تكالت، كلشي كيتكال. المهم جات زوينه ساهله مهله بلا دليك بلا عجين بلا روينه، في ساع كتوجد.
وساهلة ماهلة والخضرة اللي عندك واقتصادية. تقدري ديريها بالطونة ولا بالدجاجة ولا بالكفتة ولا اللي بغيتي على حسب الاستطاعة. ها انتم الشكل ديالها من بعد ما طابت كيفاش جات زوينه. خليوها، دخلوها الفران على نار 180 اولا 200 درجه، وخليوها كطيب على خاطرها بحال الكيك، كطيب وتحمر مع الجناب. ومنين تجي تحيديها من المول خليهم يبردوا شويه. انا خليتهم بردوا لانه ملي جاوني المولات سخان، وتبقاي تحاولي معاها هكا الا كان البيض لاصق في الجناب ديال داك المول، غير بشويه هكا بالموس من راس الموس ودوري معاها مع الجناب وكتحيد بسهوله. صافي هذا هو الشكل ديالها. نتمنى ينال الرضا ديالكم ويعجبكم. فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.